الناس كلها تبعت الكلام اللي قاله الإخواني محمد إلهامي عن علامة نجاح الثورة. أنا أخبرك وهذا الكلام والله أنا ذكرته قبل سنوات، يعني إنه علامة نجاح الثورة هو نزول الاحتلال. علامة نجاح الثورة في أي مكان في بلداننا هو نزول الاحتلال. وأتذكر هذا الكلام كنت أقول في 2015 و2016، لأنه نحن الآن الأمة في وضع غريب تاريخيا غير مسبوق، وهو احتلال مركب مع الطغيان. فالطغيان هو احتلال بالوكالة، أو هو الصف الأول وطليعة الاحتلال، والاحتلال هو يعني الصف الخلفي أو الظهير. فحين يسقط الوكيل يأتي الأصيل. فبالتالي حقيقة أنا يعني أتمنى طبعا ألا يحدث، لكن القراءة الطبيعية إنه إذا سقط النظام السياسي إسرائيل ستجتاح سيناء. وهل سيكون هذا سيئا أم جيدا؟ في المدى القصير القريب سيء في المدى القصير، لكن في المدى البعيد جيد طبعا. مين بقى محمد إلهامي وقال الكلام ده فين وإمتى وليه؟ ده موضوع كبير قوي، فخلونا نبدأ الحلقة. أنا لؤي الخطيب، ودي حلقة جديدة من انحياز. نركز مع بعض بقى علشان الكلمتين اللي جايين دول مهمين جدا في مواجهة اللعبة الخطيرة اللي بتتلعب دلوقتي. شوف يا عزيزي، خلال السنين اللي فاتت وزي ما قلت لك أكتر من مرة، تنظيم الإخوان الإرهابي انقسم ل3 جبهات رئيسية: جبهة اسطنبول وجبهة لندن وجبهة ثالثة بتشتم في الاتنين التانيين اللي هي تيار الكماليين أو المكتب العام، وبيقولوا على نفسهم تيار التغيير. ليه اسمهم الكماليين؟ علشان أبوهم الروحي هو محمد كمال، إرهابي اتقتل في مواجهة مع الشرطة المصرية، لكن التيار ده بيعتبر إنه أبوهم الروحي. الإخوان كلهم مؤمنين بالعنف وحمل السلاح، لكن الخلاف بينهم دايما بيكون على توقيت حمل السلاح. وهل نقول الكلام ده للمجتمع بوضوح ولا لأ؟ هل نظهر حقيقة أفكارنا للناس ولا نخليها مستخبية؟ تيار الكماليين واخد منهج البجاحة، وشايف ان حمل السلاح وتوضيح اكبر قدر من الافكار اللي ممكن تبقى صادمة للمجتمع هو الطريق الصحيح. وشايف كمان ان مفيش حاجة اسمها احنا هنكلم الناس كلها ومشاركة لا مغالبة والهجص ده، لا، في حاجة اسمها التيار الاسلامي. والتيار الاسلامي ده اللي هو مع بعض وضد الناس كلها، هو اللي ممكن يتعاون مع أي حد لما يشوفه مناسب وبشروطه. مين بقى أبرز الوشوش اللي بتمثل تيار الكماليين ده؟ خد عندك الأسامي واحفظها كويس: يحيى موسى، محمد منتصر، محمد إلهامي، أيوة اللي بدأنا بيه الحلقة، اللي شايف إن علامة نجاح الثورة احتلال سيناء. بس هو مش شايف كده علشان خاين من وجهة نظره، يعني هو مش خاين خالص، ولكنه مفكر. زي ما قال يحيى موسى عنه: من فرط نباهته قادر يشوف ان ده شيء هيحصل بسقوط النظام، ومش بس هيحصل، ده كمان شيء جيد بس على المدى الطويل. اوعى تكون فاكر انه على المدى القصير يعني ولا حاجة. بس السؤال، يا ترى الكلام ده زلة لسان؟ يعني السياق الفكري للتيار ده شبه الكلام اللي بيقوله إلهامي ولا حاجة تانية؟ انا بقى قررت أطبق مبدأ الإخوان بيحبوه قوي، مبدأ اسمع مننا وما تسمعش عننا. أنا هسمع من الإخوان، ومش أي إخوان، ده أنا هسمع من تيار الكماليين نفسه. التيار ده لما اتحرق له حركات زي حسم والمكتب العام، لما الحركات دي يعني بقت مشمومة، قرروا يطلعوا بمسمى جديد. قالك إحنا عندنا مؤسسة إعلامية اسمها ميدان، كده كده تبعنا، طب ما نخلي الحركة بتاعتنا كلها اسمها ميدان. قاموا عاملين الحركة، ويحيى موسى قالك احنا عاوزين نوصل للسلطة ونبقى جزء من النظام الجديد. ماذا نريد؟ نريد تحرير العواصم الإسلامية المركزية، ونحن نعدها 5 أو 6 عواصم، ربما يختلف البعض حولها أو يتفق، لكن المتفق عليه أن القاهرة هي واحدة من أهم هذه العواصم، وهي ما ندبنا أنفسنا له. نعم، نريد تحرير القاهرة من هذا النظام، لا نقول مستبد، فقد تجاوز هذا الأمر منذ سنوات طويلة، ولكن النظام الخائن المتواطئ مع أعداء هذه الأمة نريد تحرير القاهرة من سقوطه وردها إلى أهلها، وأن يكون فيها نظام عادي يرعى مصالح الناس في دينهم ودنياهم، في معاشهم وأخراهم، وأن نكون جزءا من هذا النظام. من نحن؟
نحن ثلة من أبناء التيار الإسلامي في مصر، انتدبنا أنفسنا لهذا العمل، ورأينا أن يعني رصيد ال10 سنوات الماضية قد تمخض عنه جيلا جديدا بأفكار جديدة، بمنطلقات ومبادئ، بمراجعات فكرية عميقة تصلح أن تنتظم في كتاب بل في كتب كما هو الكتاب الذي بين أيديكم، وأن يتم البناء والتأسيس عليها. أراد الله أن يرينا إياها في سوريا، ونحن نتوقع غدا في مصر وليبيا واليمن وبقية الأقطار بإذن الله تعالى. وبعيدا عن أحلام يحيى موسى اللي شكلها كده والله أعلم عايزة توصله إنه يبقى رئيس مصر ويستنسخ نموذج الجولاني، بس حركة ميدان حسم سابقا عملت وثيقة قالت لك دي وثيقتنا الفكرية، دي أفكارنا، احنا بقى علشان نسمع منهم هنقرا الوثيقه دي ونشوف الجماعه دول بيقولوا ايه، وبعدين هم اكيد كمان اتطوروا دلوقتي واتعلموا من دروس الماضي، فنسمع منهم. بيقول لك ايه بقى في الوثيقه؟ ومثلما كان المجاهدون طليعه الامه وصفوتها في ايام عزها وتمكينها، فان الثوار المقاومين هم طليعتها في ايام نكبتها واستضعافها. وبعدين في الآخر بيقول لنا إن دول هم التيار الإسلامي الثوري، ثوار ومقاومين وتيار إسلامي ثوري. أنا ابتديت أتوغوش، يعني حاسس إني هبدأ أصدق الناس الوحشة اللي بتقول إن الإخوان وتحديدا تيار الكماليين اللي هو حركة ميدان بينتهجوا العنف. بس لا، أنا مش هتسرع، خلونا نسأل مين التيار الإسلامي الثوري ده؟ الوثيقة بتجاوبنا وبتقول لنا: ومهما تباعدت الأطراف والديار كان الإسلام هو الراية الواحدة المرفوعة من أقصى الشرق في إندونيسيا وتركستان إلى أقصى الغرب في المغرب ومالي وموريتانيا، والتقى في ثوراتنا وساحات كفاحنا الشامي والحجازي مع المصري والعراقي والمغربي، العربي مع الفارسي مع التركي مع الكردي. ماشي، يعني الخلطبيطة دي هي التيار الإسلامي الثوري. فمبدئيا كده احنا في الحتة بتاعت الحدود تراب والشويتين دول. بس نكمل، هتعملوا ايه بقى بالتيار الإسلامي الثوري ده؟ يعني هنصلح الأمة الإسلامية ازاي؟ أو بعبارة أخرى، ماذا تريدون؟ الوثيقة بتقول: نريد حشد طاقات التيار الإسلامي الثوري كنواة صلبة في أهم معارك الأمة الحالية، وهي معركة الثورة المصرية والتي تؤثر نتيجتها على الأمة كلها، ونريد توجيه هذه الطاقات في مواجهة نظام الخيانة والعمالة لإسقاطه بتنوير الشعب وتمكينه من امتلاك قراره وإرادته. لا، ثانية واحدة، إيه ده يا يحيى موسى؟ طبعا يعني انت عايز تجيب التيار الثوري ده كله من اندونيسيا والمغرب ومالي وموريتانيا والحجاز وكل اللي انت قلتهم دول عشان يواجهوا النظام المصري؟ الكلام ده فكرني بحاجة كده. انا عايز اقول لكم الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش اتعمل 3 مرات. مرة اتعمل مع المشير الله يرحمه حسين طنطاوي، ان لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقى البلد هتولع. المرة التانية لما خيرت الشاطر قال احنا نقدر، حرقنا المقرات بتاعت الامن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم ونحاكمهم. المرة الثالثة كانت ليا شخصيا، قسما بجلال الله 45 دقيقة 45 دقيقة يعمل لي بإيده كده 45 دقيقة يقول لي هنقتل وهنجيب من كل حتة وهتولع الدنيا. لا، واضح فعلا انهم اتعلموا من دروس الماضي. وطبعا مش محتاج اقولك ان حكاية المواجهة بالتنوير دي نكتة، لان اللي كاتب الكلمتين دول هو يحيى موسى اللي هو اصلا متهم في قضية اغتيال النائب العام، وبقية طقم الكماليين يا اما متهمين في قضايا بالفعل يا اما متطرفين مجرمين بيقولوا بوضوح ان الدولة لازم تتواجه زي كده. أنا كنت بتكلم مع أحد القيادات الفلسطينية قبل عدد من السنوات، التقيته في مؤتمر عام، فبيقول لي: يا أخ محمد، يعني
انت عايزنا نواجه الجيش المصري؟ وطبعا انا ما قلتلهوش كده يعني، بس هو مد الفكره على استقامتها. لقيت نفسي متعجب، قلت له يعني يا ابو فلان، انت متجرئ تواجه الجيش الاسرائيلي ومش متجرئ تواجه الجيش المصري؟ يعني انت عندك الجرأة، الوحش الاسرائيلي اللي هو كل الجيش المصري في كام ساعة. نعم. بس هي المسألة نفسية. لو انت محتار في الوثيقة فده التطبيق اهو قدام عينيك، بس انا برضو مش هسيبك تحتار كتير. الوثيقة بتتكلم عن نظام الحكم واللي هو الشريعة الإسلامية، وطبعا احنا عارفين انها الشريعة من وجهة نظر الإخوان، بس ما علينا، مش ده الموضوع. انما في الاخر بيقولك ايه؟ ومنها، قصده الشريعة، عرفنا أننا أمة واحدة يحرم أن نفترق ونتمزق، ومن أجل هذه الوحدة قاتل الصديق مطالع الخلافة الراشدة، وقاتل علي في أواخرها، ولو لم تكن الوحدة فرضا شرعيا لكانت ضرورة واقعية، والأمة المستضعفة أحوج ما تكون إلى الوحدة. يعني ببساطة شديدة التيار الإسلامي الثوري اللي هيتلم من كل حتة علشان يواجه النظام المصري ده ممكن يقاتل عادي علشان يحقق أهدافه. وهيقاتل مين؟ هيقاتل المصريين، وده مش كلامي. كما أراكم الآن وكما أتكلم الآن، قناعتي أن بيت المقدس لن يتحرر إلا بعد تحرر القاهرة ودمشق، وكل ما يفعله الفلسطينيون وأهل غزة من بسالة ومن معجزات ومن أمور مدهشة وأسطورية إنما هو تأجيل للمعركة وتمديد للمعركة. وأنا لو أتولى قيادة حماس ولا قيادة القسام، أنا سيكون قراري إن حماس تعمل في مصر. تعمل في مصر والله يا جماعة زوال نظام السيسي أفضل على الأمة من زوال نتنياهو، والله العظيم، وأنا أقول هذا وأنا معتنق له مؤمن به كالدين. عندي بس تعليق صغير هنا. لو عايز تتكلم عن مثال سيدنا أبو بكر الصديق يا يحيى يا موسى، ففعلا هو دخل في قتال، بس كان قتال بتقوده الدولة ضد مانعي الزكاة اللي هم في الوقت ده قرروا يتحدوا الدولة الوليدة ويكسروا هيبتها وسلطانها. فما اعتقدش ان المثال ده ممكن يخدم فكرتك وانت بتحاول تصيغ وثيقة هدفها تكوين جماعة إرهابية متمردة تواجه الدولة. بس الحقيقة الوثيقة الفكرية لم تخلو من الفكاهة والضحك، برضو محتاجين شوية ترفيه يعني. الوثيقة بتقول: وهي ثورة أمة واحدة تبدأ في مكان فتنتشر لكل مكان، ويتحد ضدها أعداء الأمة حلفا واحدا، وعلى إخمادها تلتقي أهدافهم وأغراضهم، ويتبادلون الأدوار بين السياسة والحرب والمكر والتدمير. ليه دي نكتة؟ لأن احنا لو رجعنا بالزمن ل 2013 هنلاقي إن اللي دافع واستمات في الدفاع عن نظام الإخوان وهو بيقع كان الولايات المتحدة الأمريكية، والسفيرة الأمريكية آن باترسون وقتها كانت بتطمن كل شوية على قيادات الإخوان اللي مسجونين. وأصلا اللي وصل الإخوان للحكم كان مؤامرة واضحة تماما في وثيقة PSD11 اللي هدفها إسقاط الأنظمة العربية ومنها النظام المصري وتصعيد الإخوان. ده التاريخ. فالحقيقة إن كلامك يبقى صح في حالة واحدة، لو بتتكلم عن الدولة المصرية وعن 30 يونيو، وساعتها أعداء الأمة اللي أنت بتتكلم عنهم دول كان في القلب منهم الإخوان. بس ما علينا، خلونا نكمل مع يحيى موسى وأصحابه. هتعملوا ده إزاي يا يحيى؟ الوثيقة بتقولك العمل الجماهيري الذي يزيل من نفوس الناس طبائع الضعف والذل والاستبداد، ويذكرهم بقوتهم وقدرتهم وطاقتهم الهائلة. ودي مشكلة يحيى موسى واصحابه في حركة ميدان حسم سابقا، افتراضهم ان المصريين ضعفاء وأذلاء، وده يخلينا نتأكد انهم لا قروا تاريخ ولا فهموا واقع. التاريخ اللي بيقول ان البلد دي خاضت معارك وحروب للحفاظ على الكرامة الوطنية بشعبها وجيشها بمنتهى الشجاعة والبسالة، والواقع اللي بيقول ان الاخوان نفسهم لما فكروا يجوا على الكرامة الوطنية خرج عليهم المصريين وعلموهم الادب. فالضعف والذل ده تعرفوا انت وعشيرتك في الاخوان يا يحيى، مش المصريين خالص. الوثيقة برضو بتقول إن من ضمن الأدوات اللي هيستعملوها العمل الإعلامي الذي يقاوم التحريف والتخريف والتزييف لإيصال صوت الحق إلى الأسماع والأبصار، وهو ده التزييف بعينه اللي انتم بتقولوا إن من ضمن وسائلكم لتنفيذ الأفكار الجميلة دي إنكم تقاوموه. ده التحريف والتخريف والتزييف، لأنكم مصممين تتكلموا باسم المصريين
اللي رفضوكوا ولفظوكوا وما استجابوش لأي دعوة من دعوات التخريب بتاعتكوا. عموما أنا مش عايز أطول عليكوا بكلام دمه تقيل زي وثيقة حركة ميدان اللي هي حسم سابقا، لكن مهم نشاور على الإجرام والتشوه الفكري، خصوصا لما يبقى باسم الدين. الوثيقة بتقول إن الثورة هي فطرة فطر الله عليها الناس بل والكائنات، فالحيوان الذي يهدد في نفسه أو ولده لا يسع إلا أن يقاوم ويقاتل ما استطاع، وهكذا الشعوب إذا ظلمت وأغلقت في وجهها السبل فإنها تثور وتكافح. صح، من حق الإنسان يدافع عن نفسه، لكن الكلام ده نموذج في تلبيس الحق بالباطل، لأن اللي انت بتتكلم عنه ده مش دفاع شرعي عن النفس يا يحيى، انتوا بتمارسوا وعايزين تمارسوا الإفساد في الأرض علشان توصلوا للسلطة زي ما انت قلت بالظبط. ماذا نريد؟ نريد تحرير العواصم الإسلامية المركزية، ونحن نعدها 5 أو 6 عواصم، ربما يختلف البعض حولها أو يتفق، لكن المتفق عليه أن القاهرة هي واحدة من أهم هذه العواصم، وهي ما ندبنا أنفسنا له. نعم، نريد تحرير القاهرة من هذا النظام، لا نقول مستبد، فقد تجاوز هذا الأمر منذ سنوات طويلة، ولكن النظام الخائن المتواطئ ما أعداه هذه الأمة نريد تحرير القاهرة من سقوطه وردها إلى أهلها، وأن يكون فيها نظام عادل يرعى مصالح الناس في دينهم ودنياهم، في معاشهم وأخراهم، وأن نكون جزءا من هذا النظام. من نحن؟ نحن ثلة من أبناء التيار الإسلامي في مصر، انتدبنا أنفسنا لهذا العمل، ورأينا أن رصيد 10 سنوات الماضية قد تمخض عنه جيلا جديدا بأفكار جديدة، بمنطلقات ومبادئ، بمراجعات فكرية عميقة تصلح أن تنتظم في كتاب بل في كتب كما هو الكتاب الذي بين أيديكم، وأن يتم البناء والتأسيس عليها. أراد الله أن يرينا إياها في سوريا، ونحن نتوقع غدا في مصر وليبيا واليمن وبقية الأطفال بإذن الله تعالى. اغتيال النائب العام وتفجير الكنائس والمساجد والناس اللي ماشية في الشارع، دعوات التخريب والتدمير ونشر الإشاعات والتحريض الإعلامي، كل ده لا يمكن أبدا يكون فطرة ربنا، دي أفعال شيطانية مجرمة، إفساد في الأرض ما ينفعش يتذكر اسم ربنا معاه بأي طريقة وفي أي سياق. لكن أنا قريت الكلام ده في حتة قبل كده، قريته فين يا ترى؟ أيوة افتكرت، قريته في أفكار سيد قطب في كتاب لماذا أعدموني، قريته في خطة رد الاعتداء اللي هو شايف إنها خطة مناسبة جدا لرد الاعتداء على الحركة الإسلامية، والخطة دي ملخصها هو إزاي تقدر تشل الدولة من خلال اغتيال قياداتها وتدمير بنيتها التحتية، عادي جدا بمنتهى البجاحة. فكل ده مستحيل يبقى فطرة سليمة، لكن الفطرة السليمة بتقول إننا نقاوم اللي انتوا بتعملوه ده الدفاع الشرعي عن النفس والأهل والوطن، وده اللي بتعمله مؤسسات الدولة مدعومة بعموم المصريين، وهنفضل ندافع عن بلدنا ضدكم، ضد الإفساد في الأرض. وفي النهاية عايز أفكرك، مفيش حاجة اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وأنا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي أنا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومة. أشوفكم الحلقة الجاية.